من ربع فرخة اللي هي حوالي كانت عاملة 4 قطع من البانيه. عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي بمكون واحد. ضاعفت الكمية الأضعاف وخليتها كمان مفيدة، ولأن المكون ده فيه بروتين، وزي ما انتوا شايفين كده البانيه فيه شدة وكمان مقرمش، والكفر من عليه ثابت ومش شارب زيت. لو أول مرة تشوفوني أنا يوستينا، تابعوني. عندي هنا دول 4 قطع من البانيه اللي هم عاملين حوالي ربع فرخة. تمام، تقدروا تستخدموا وراك، وبنجيب طبعا الفرخة كاملة عشان تكون أوفر لنا، ونقسمها كده زي ما احنا شايفين ونعمل منها كذا حاجة أوفر لينا. تمام، غسلتها بمية وملح وليمون، وسبتها ان هي تصفي المية بتاعتها عشان ما تبقاش زفرة. وعندي هنا نص كوباية من الفاصوليا البيضة المسلوقة. تمام، هنسلقها ممكن في مية بمعلقة كربوناتو عشان نسرع السوا بتاعها ونخليها تبقى مستوية على طول. عندي هنا بقى ايه، بصلاية متقطعة 4/4، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس، وعندي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح، وعندي معلقة كبيرة ممسوحة من البصل الباودر، وعندي معلقة صغيرة من الثوم الباودر. وممكن نكتفي يا بالثوم المهروس يا بالثوم الباودر، وممكن نضيف كمان بهارات فراخ لو حابين. هنزل بقى في الكبة كده بالقطع بتاعة الفراخ بتاعتنا، وعليها الفاصوليا طبعا بعد ما صفيت ميتها، وعليها بقى البصل والبهارات بتاعتنا اللي احنا قلناها، واخدها اضربها كده في الكبة كويس لغاية ما تبقى عاملة زي عجينة الكفتة وما فيهاش اي قطع سليمة. لو حسينا ان هي سايبة معانا شوية او مش بتتشكل، ممكن نضيف بقسماط نص كوباية مثلا ونشوف، او نضيف عليها لو بتفرول مننا نضيف عليها بيضة لغاية ما تلم معانا. لتشكيل بقى البقسماط او للتغطيه بتاعه البانيه سوري، هحط عليها البقسماط المطحون. انا بستخدم الماركه دي، بتكون بيضه يعني لونها ابيض، وبتخلي البانيه يكون لونه فاتح. تمام، هاخد كده بالمعلقه على شويه من البقسماط المطحون، وابتدي ان انا اشكلها بقى بايدي او بكيس. هي مش بتغلف في التشكيل ولا اي حاجه، بس عشان هي عجينه شويه هبتدي ان انا اشكلها بالكيس او بايدي عادي، واخلي الطبقه تكون متغطيه ببقسماط، الطبقه الخارجيه بتاعتها ببقسماط من فوق عشان ما تلزقش في الكيس او في ايدي. بصوا، بعدين بطلعها بسكينه او باي حاجه وبفضي من عليها اي بقسماط زياده، وبعدين بحطها في صينيه جنبي او طبق جنبي، وهكذا بعمل باقي الكميه. هنعمل واحده مع بعض تاني. بصوا انا بعملها بايدي اهو عادي، مش لازم بالكيس ولا حاجه، المهم ان احنا نخلي الفاصل ما بين البانيه وايدينا طبقه من البقسماط عشان ما تلزقش في الايد بتاعتنا. تمام، باخدها كده وبعدين بنفض من عليها اي بقسماط زياده وبحطها بالراحه. شايفين الصينيه؟ بصوا يعني اتملت من 4 قطع بس من الصدور، طلع لي حوالي 14 قطعه من البانيه، يعني كذا مره ضعفها. تمام، يعني بصوا كمية وفيرة جدا. ممكن في المرحلة دي نحطها في أطباق فويل، ما بين كل طبقة نحط ورق سوري أكياس بلاستيك، ونحطها في الفريزر ونطلعها على القلي، وتنفع جدا لتفريزات رمضان. في زيت بقى غزير سخن نزلت فيها بقطع البانيه كده زي ما انتم شايفين. مهم ان الزيت يكون سخن عشان ما نلاقيهاش اتفتتت مننا في الزيت. وبعدين نهدي درجة الحرارة للمتوسط، وما نقلبهاش غير لما نحس ان هي اخدت لون من تحت. ممكن نرش عليها زيت من تحت ومن فوق وندخلها الفرن لو احنا حابين نوفر في الزيت. اول ما تاخد لون هبتدي ان انا اطلعها. بصوا شايفين الجمال، ومقرمشه ومش شاربه زيت، وما بتاخدش وقت خالص، ومش لازم زيت غزير ولا حاجه. يعني انا حاطه شويه زيت مش كتار قوي، يعني ما بياخدش زيت كتير. بصوا يلا بقى نعمل طبق. انا عايزه اوريكم بس تشوفوا الكميه قد ايه. طبعا لو انتوا يعني عيله يعني ما شاء الله هيكفي، ولو عندكم عزومه او حاجه طارئه كده يعني هتعملوها، صعب ان حد يكتشف. بصوا انا بقطعها لكم، شايفين الشده؟ وكمان مقرمشة ومش شاربة زيت، ومفيش كمان بيض فيها. يعني اقتصادية اقتصادية، بس في نفس الوقت أكلنا حاجة مفيدة، مش حاجة يعني ما فيهاش بروتين وما فيهاش حاجة مفيدة وعملناها وخلاص. لا، هي فيها، لا فيها فراخ وطعمها زي الفراخ بالظبط، وكمان الطعم بتاع الفاصوليا أصلا يعني هي طعمها لذيذ، فهي بتدي طعم حلو قوي مع الفراخ. جربوها وصدقوني محدش هيكتشفها أبدا.
وحابة إن أنا أعرف آرائكم في الكومنتات.